أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب عليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، فإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراه في ضلال مبين. يوسف في امتحان آخر وفي ميدان آخر، وأيضا من هذه المعركة يخرج مرفوع الرأس ويبقى عزيز ومكرم. ماذا جرت الأمور في القصر؟ الله سبحانه وتعالى لا يقول كل ما جرت، بل يروي إلينا الشيء الذي يفيدنا ويكون نورا بين أيدينا ونهتدي بهداه. يقول واستبق الباب، يعني كأن في مسابقة إلى الباب، هي تسرع وهو يسرع، هو مسرع لأن يخرج ويفتح الباب وهي تسرع حتى تمسك الباب ويمنع الخروج وتمنع الخروج. واستبق الباب، باب الأساسي وآخر باب بعد 6 أبواب من حيث الداخل، أو باب الأول من حيث الدخول إلى القصر أو إلى بيت خاص لزليخة. وقدت قميصه من دبر. القد يعني التمزق بالطول كما قلنا، مقابل قد قاو تا التمزق بالأرض خلافا للطول. وقدت قميصه من دبر من خلف يوسف. وألف يعني وجد 2 سيدها سيد زليخا لدى الباب. خارج الباب كان هو موجود. هي بدأت بالكلام، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. كما قلنا ما فسرت هي ماذا جرت، فقط يعبر بجزاء ومجازات وعقوبة لمن أراد، لا يذكر اسم يوسف، وأيضا لم تقل ما كان نية يوسف أو نيتها هي،
من أراد بأهلك حتى تأخذ بعاطفة الرجل وبغيرته بأهلك سوءا، ولم يقل ما هذا السوء. بعد هي تقول إما أن يسجن أو يعذب عذاب، إلا أن يسجن أو عذاب أليم، يعني لا يحدد أو لا تحدد عقوبة واحدة، بل تضع بين الخيارين. إلا أن يسجن، يوجد أميد للنجاة يوسف من السجن، أو عذاب أليم في الرتبة الثانية، جلد تعزير تعذيب. يوسف ساكت حين وجد هي التي تحكي وتتهم دفاعا عن نفسه، قال هي راودتني عن نفسي. أيضا يوسف لا يشرح كل القصة خلال سنين وخلال الليالي والأيام، ولا تقول يعني ماذا فعلت بإغلاق الأبواب بكلام جارح. قال هي راودتني عن نفسي. هي أرادت خلال هذه الفترة أن تأخذني عن حقيقتي، عن يوسف الأصلي ويوسف الملكوتي، أن تجره نحو الشهوات. هي راودتني عن نفسي. بمجرد هذا الكلام وشهد شاهد من أهلها. شاهد على في المحكمة إنسان يبين حقه إما بالبينات إما بالشاهدين عدلين، أو شاهد الذي يرى بأم عينه ويسمع ويكون موجود في متن الحادثة، يأتي إلى المحكمة ويقدم الشهادة ويقول رأيت كذا وكذا وسمعت كذا وكذا، يعني عن حس ولا عن حدس ولا عن وهم ولا عن عقل وبرهان واستدلال، بل عن حس. يقول رأيت وسمعت وشعرت بهذه الأحاسيس بهذين العينين وأذنين، أنا رأيت وسمعت ماذا جرى بين فلان وفلان. وشهادة هذا الشخص مقبول عند المحكمة على ما حفظ الشروط والشرائط. هنا شهد شاهد من أهلها، ليس هنا محكمة، ولكن الله سبحانه وتعالى يدافع عن يوسف ولا يتركه لحظة أن يبقى متهم وينظرون إليه نظرة سوء. على زليخة هي تعرف يوسف بريء وطاهر ونزيف. زليخة عندها علم يقيني بهذه المسألة، ولكن جرى الشك بين العزيز ويوسف. فهنا ربنا لا يترك عبده أن يبقى لحظة في اتهام بهذا المعنى، وعزيز مصر ينظر إليه نظرة سوء والخيانة. وشهد شاهد من أهلها، ولد طفل صغير في المهد، وهذا الطفل ما كان يتكلم قبل بلوغه إلى الكلام، فقال تكلم. هذا بمجرد هذه الكرامة أو هذا الإعجاز يجب عزيز مصر يتوقف ولا يفكر أو لا يخطر بباله أي سوء باتجاه يوسف. يعني يكفي إذا ولد صغير وهو في المهد
ومن أهلها يعني ابن خالتها، ابن خالها، ومن أهلها الشهيد شاهد عليها فهي أيضا سكتت، وشهد شاهد من أهلها. وفي بعض النصوص شاهد كان رجل بالغ عاقل حكيم مرشد كان مستشار عزيز مصر، فهو جالس مع عزيز مصر أو واقف معه، بمجرد رأى شهد شاهد من أهلها وهو ابن أم زليخة. ماذا قال؟ قال إن كان قميصه قد من قبل، لأن في الآية السابقة قال وقدت قميصه من دبر، وزليخة استشهدت بالقميص، يعني أشارت إلى القميص وقال لزوجها انظر هو هجم علي، وكان في نقاش وجدال، فقميصه أيضا فيه التمزق. وهي قالت بمسألة القميص، يعني كانت تريد أن تجعل القميص الممزق حجة لبراءتها وحجة على يوسف. انظر قميصه ممزق، على اثنين يتشاجرون في الشارع، واحد ثيابه يتمزق، بعد يصبح حق عليه، يعني كان هو المهاجم وهو كان يضرب وهو كان يسعى، طرف الآخر ثيابه مرتب مثل ما كان، فأنت تفهم مباشرة الذي ثيابه ممزق هو صاحب المشكل وهو المهاجم، وهو كان متطور ومتطرف ومتعدي على الغير من خلال سعي وضرب وذهاب وإياب، فثيابه ممزق. ومن يعني صاحب الحق الذي هو ليس عليه شيء من الجريمة، فهي تريد تستشهد بقميص يوسف، ولكن هذا القميص له قدسيته. قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، يعني المهاجم حين يهجم بطرف الوجه فإذا مزق القميص من الأمام ومن قبل حق على يوسف وهو مجرم. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت هي ويوسف وهو من الكاذبين، لأن قال هي راودتني عن نفسي. يوسف قال هي راودتني عن نفسي، وهي قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. ومن الصادق من الكاذب؟ قال ننظر إلى القميص. وإن كان قميصه قد من دبر من خلف هذا التمزق فكذبت هي في قولها، يعني ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، وهو من الصادقين قال هي راودتني عن نفسي. فلما رأى قميصه قد من دبر نظر عزيز مصر ووجد قميص من دبر قد، قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. كما في مسألة إخوة يوسف جاءوا بقميص يوسف بدم كذب، حتى قميص يكون شاهد عادل ويكون بنفعهم ولأجل تبريرهم أمام يعقوب، ولكن يعقوب فهم هذا الدم دم كذب، فقميص شاهد هناك على
جريمة إخوة يوسف. وهنا أيضا قميص يوسف شاهد على جريمة زليخا، يعني قميص ويدافع عن يوسف هناك وهنا. ونفس هذا القميص، يعني مش نفسه، نفس قميص يوسف على فيما بعد يأتي ببصيرة والبصر ليعقوب. ما سر هذا؟ على قميص قماش، القميص الذي كان في كنعان جاءوا به بدم كذب غير هذا القميص، ولكن قميص الشخص، ثياب الشخص مرتبط بجسده، وهذا الجسد له اتصال بنفس هذا الشخص وبروحه، والروح متصل بالملأ الأعلى بالإله العالم. فهذه الطهارة والقدسية والنورانية والولاية التكوينية شيئا فشيئا يظهر في الدنيا. فهذا القميص هنا لأن بدن يوسف طاهر وله ثمن، وبدنه لأن متصل بالروح، والروح لأن فان في الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. من حول؟ الآن جسد يوسف في الخليل، وجسد إبراهيم في الخليل، وجسد إسحاق في الخليل، ويعقوب في الخليل. هناك أنبياء مدفونون في تلك الأرض أراضي، فلهم قدسية، فلهذه الأرض قدسية والطهارة. نقول للشهداء تبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. تبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، أو فيها عشتم، أو فيها تنفستم، أو فيها مشيتم، أو فيها درستم، أو جلستم، أو صليتم. تصبح هذه الأرض، هذا البلد، هذه المنطقة مبارك. بركة المنطقة ببركة هؤلاء، وهؤلاء بركتهم من منبع البركة ومن أصل البركة. فإذا قميص يوسف له هذه الآثار، أمور ليس ببعيد، يعني هذا شأن الأولياء. قميصهم، ثيابهم، بيتهم، تراب تحت أقدامهم، حذاؤهم له قدسية وله طهارة. إنسان العالم جيرانه يستفيدون من بيته ومن نورانية البيت. أهل البلد يأخذون اطمئنان وسكينة بوجود هذا الولي. كان في أحد المرات في لقاء بين السيد الإمام والإخوة، فأحد الإخوة طلب من الإمام شيء ما كان أحد يطلبه فيما قبل. قال للسيد الإمام رضوان الله تعالى عليه: أريد قميصك. فالإمام أعطاه قميص كان بداخل البيت، ذهب أتى به وأعطاه، فلبس وذهب إلى الجبل واستشهد ودفن في قميص الإمام. فيعرف قيمة قميص الإمام وثياب الإمام، مش قماش، هذا قماش يباع ويشترى في السوق، ولكن هذا الجسد وهذا الروح له طهارة. هل تنظر في أشياء الله سبحانه وتعالى يبينه بكلمة كلمتين، جملة مختصرة، ولكن هنا تحكي عن قميص يوسف يوسع الكلام. إن كان قميصه قد من قبل كذا وكذا، إن كان قميصه قد من دبر كذا وكذا، فلما رأى قميصه قد من دبر كذا وكذا.
الله سبحانه و تعالی به تمام عظمته فی کتابه یحب ان یحکی به قصة قمیص یوسف کیف روحه و عقله و باطنه. فعزیز مصر زوج الزلیخا قال انه من کیدکن، یعنی ما قلتی و ما فعلتی كلها كيد، إنها من كيدكن إن كيدكن عظيم. كيدكن يعني أنت والنسوة عندكم كيد، وكيد النساء والنسوة ليس كيد صغير أو خفيف أو عظيم، يعني كبير. هذا كلام عزيز مصر ليس كلام الله. الله سبحانه وتعالى يروي إلينا ما قاله عزيز مصر. هو قال إنه من كيدكن، هو قال إن كيدكن عظيم، ليس كلام الله. ولكن إذا الله سبحانه وتعالى في كتابه ينقل شيء عن أحد، عن فرعون أو غير فرعون أو من الأشخاص، في أقوال الله يقول فلان قال كذا كذا، إذا ربنا ينقل كلام الغير في كتابه إذا باطل يرد عليه مباشرة، لا يترك الباطل في كتابه. وإذا حق يروي هذا الكلام وسكوته رداه بهذا الكلام، هنا الله ساكت. هو قال إن كيدكن عظيم، ربنا نقل هذا الكلام في كتابه إلينا ولكن ما رد عليه، يعني يقبل به. إذا كان كلام باطل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يوجد باطل في القرآن. إذا فرعون قال أنا ربكم الأعلى مباشرة يرد عليه أنت لا رب ولا أعلى، هذا وهم وخيال، يرد لا يقبل به. ولكن هنا ربنا ساكت ما رد عليه، يعني راض عن هذا القول، يعني يؤيد هذا القول. قول مشهور معروف بين الحكماء، بين الفلاسفة، بين خبراء البشر، أصلا هذا معروف في كل الأقوام معروفة، إن كيد النساء عظيم، عندهن كيد وكيدهن أيضا عظيم بالنسبة إلى كيد الرجال. طيب، يعني الله راض بهذا الكلام. بعد هناك هنا يحكي عن كيد الشيطان، يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بعض الناس فكروا الله سبحانه وتعالى يقول كيد الشيطان ضعيف وكيد النسوة عظيم، يعني كيد النساء أكثر بكثير من كيد الشيطان. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، كان يعني مستمر، كان منسلخ عن الزمان، يعني إبليس أهل الكيد وكيده ضعيف، النسوة أهل الكيد وكيدهم عظيم، يعني وضعوا في كفتي من الميزان وقارنوا بين النسوة والشيطان وقالوا الامرأة أكثر شيطنة من أي شيطان، وهذا موجود في القرآن.
هذا خلاف القرآن. القرآن هنا يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، في مقابل كيد الله. شيطان في مقابل الله، ففي قبال قدرته ومشيئته لا شيء، ضعيف. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هم يكيدون وأنا أكيد، ولكن كيد الرب أين من كيد الشيطان والشياطين. شيطان وكيده خلق ضعيف من مخلوقات رب العالمين. الشيطان في قبال قدرته وإرادته سبحانه وتعالى ضعيف. وكيد النساء من كيد الشيطان، يعني الشيطان هو الذي يوسوس في الرجال والنساء، والشيء من كيد الشيطان موجود عند النساء. وكيد النساء رجال كيد الشيطان كله ضعيف عظيم قياسا بالرجال، يعني أغلبية النسبة بالنسبة إلى عامة الرجال إن كيدكن عظيم. ولكن هذا الكيد من أين؟ من شيطان، من إبليس. والإبليس والشيطان كيده في مقابل كيد الله ضعيف. يجب نفهم هذا أولا. ليس بمعنى هنا مقارنة بين النسبة بين الشيطان والشيطان أضعف من النسبة، لا. كيد النسبة من الشيطان وكيد الشيطان مقابل إرادة الله ضعيف. هذا طريقة سليم تفكير القرآن. ولكن هذا الكيد عند النسوة الله تلقى بالقبول، يعني رواه في كتابه. هل هناك كيد عند النسوة؟ ما هو الكيد؟ الكيد أو المكر يعني في هدف، الامرأة تريد تصل إلى الهدف، ولكن هي بحاجة إلى الآليات، بحاجة إلى الوسائل. هذه الوسائل التي تستخدمها هي لغاياتها وأهدافها وسائل مرموزة، وسائل غير مرئية، مش ظاهرة. تريد هدف معين. هي تريد أن تملك. عند المرأة حس التملك أقوى من الرجال. تريد أن تملك، تريد أن تملك الرجل بما هو يملكه من منصب ومقام وصيت ومال وجمال وأولاد. هي تريد أن تملك كل ما يملك الرجل، وأيضا يملك هذا الرجل. عندها توحد. الرجال ما عندهم توحد، يعني يكتفون بامرأة واحدة. قلوب الرجال وحشية. قلوب الرجال في حديث أمير المؤمنين وحشية. يقول مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست مشکل نشینه. يعني لا تؤذيني، إذا أذيتني هذا القلب وحشية كالطير الوحشي، تطير، تذهب من هذا الحائط إلى حائط آخر، من هذه الشجرة إلى شجرة أخرى. قلوب الرجال وحشية. فالله خلق الامرأة وخلق الرجل. هذه الامرأة وضع فيها يعني عقلية معينة، حتى من خلال هذه العقلية معينة تدخل في صلب الرجل
وفي عمق وجود الرجل وتملك كل القلب والفكر والمشاعر واتجاهات الموجودة عند هذا الرجل، يريد يدخل ويتملك. كيف يدخل؟ بالعلن يعني يدخل. يجب يستخدم الهيلة. الهيلة يعني بين الإنسان والهدف، بين الإنسان والمقصد هناك شيء هائل. الهيلة من كلمة هائل، أو هناك أشياء هائلة. هائل يعني حاجب، واسطة، مانع. أنت تريد تصل إلى مقصد معين، تريد تملك هذا الرجل بكامله، بماله وإرضه وبكل وجوده وأركانه. عندك هدف هذا، فلأجل الوصول إلى الهدف يجب تستخدم الهائل. هائل مخفية، مرموزة، غير مرئية. يعني في الظاهر الامرأة تظهر لا تريد، ولكن في الباطن هي تريد. في الظاهر تبرز، أصلا لا تهتم بهذه الأمور وليس هدفها هذه، ولكن في الباطن هي تريد هذا. يعني تخفي هدفها وغايتها، وتمر من خيوط الظريفة الدقيقة أو الطرق المخفية حتى تتملك شيء الذي هي تريده. والله أعطى هذه القدرة، الله أعطى هذه القوة. هلا إذا هذا الكيد وهذا الاحتيال يكون في طريق السوء والفحشاء مذمومة، ولكن إذا في طريق الخير، هي تريد تؤسس بيت، هي تريد تؤسس عائلة، هي تريد تؤسس سمعة، صيت، فيجب تستخدم كل الأدوات المرموزة عندها دون أحد يشعر حتى تصل إلى المراد وتستقر البيت لتسكنوا إليها. الرجل يجب يسكن ويستقر إليها. قلوب الرجال وحشية، فهي أعطاها الله سبحانه وتعالى هذه القدرة، وهذه القدرة ممدوحة. الله يكيد كيدا من صفات فعلية لله. مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. من أكثر مكرا من الله؟ يعني هو أيضا من طرق المخفية مستورة دون أحد يلتفت، يجر الشخص شيئا فشيئا حتى يسقط في الهاوية. الله لا يحبه، لا يريده، يريد يبعده، فيضع أمامه طرق مرموزة، هو مش ملتفت، يستدرجه من حيث لا تعلم حتى تقع في الهلكة، تقع أو يقع في الفخ. ولكن هذه الطرق مخفية. هذا خير فعل الله، فعل عباد الصالحين. أساسا نقول الحرب خدعة، الحرب خدعة، حديث الرسول. الحرب خدعة يعني قائد الجيش الإسلامي يأتي بالخدعة، يعني بطرق المرموزة سرية غير مرئية بالنسبة إلى العدو، يتقدم خطوة بعد خطوة حتى يغلب على العدو. إذا قائد الجيش يوم الأول ويقول للعدو كم عندي من الجيش وكم من عندي أدوات وأسلحة ومتى أريد أهجم عليك وأين أريد أهجم عليك، هذا مش حرب، ومن الآن أنت مغلوب. ولكن قائد الحرب يخفي هذه الأمور حتى يقدر يغلب على العدو. الحرب خدعة. وهنا في محاربة بين الإنسان وأهدافه،
فالله سبحانه وتعالى أعطى هذه القوة والقدرة للنسوة من حيث جمالهن وعاطفتهن وحنانهن وعقليتهن. هذه الطرق تمشون شيئا فشيء وتصلون إلى المراد. إذا مراد حق فهذا كيد جميل، وإذا مراد غير حق باطل كيد يعني شيطاني. قال إنه من كيدكن، هذا الكيد الشيطاني، يعني يقول قميص يوسف ممزق وأنا بريء وتأتي بأدلة والهجج. إن كيدكن عظيم، يعني إذا أردتن أن تكيدوا كيدا سيئا تخططون خريطة للكيد لا أحد يعلم بها، لأن هذه العقلية الموجودة عند النسبة تدقق في أمور رقيقة وظريفة، في جزئيات، وفي جزئيات الأمور هي تحسب حساب. النظر عندها حساب، الكلمة عندها حساب. إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا. عزيز مصر فهم المسألة، فهم يوسف بريء، وفهم هي التي كانت تراود، ولكن له سمعته وله ملكه وكرسيه، ويجب يحافظ على مكانته في المجتمع. فطلب من يوسف أن ينسى هذه القصة، لا يقوله لأحد ولا يتكلم لأحد، لا يذهب يقول لفلان وفلان امرأة عزيز كانت تراودني. يوسف أعرض عن هذا، انسى، لا تحكي لأحد، لا تروي لأحد، انسى بالمرة. ثم خاطب خطاب ثاني لزوجته: واستغفري لذنبك. يعني هذا ذنب، أنا مش ذنب الفقهي واصطلاحي، ذنب يعني على حسب عاداتنا وتقاليدنا ومجتمعنا، ونحن يعني عزيز عندنا تصرف في البلاد، بالنسبة إلينا هذا ذنب، هذا معصية بلغتهم. واستغفري لذنبك. هم مشركون، هم من عبدة الأصنام. ليس استغفار يعني تقول استغفر الله استغفر الله. استغفار يعني اجعل تقتي على ما فعلت. أيضا أنت لا تخبر، غتي عن فعلك واندمي على ما فعلت، وتطلب المعذرة من نفسك ومني ومن الشخص الذي فهم. واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذا خطأ وأنت أخطأت. فخطاب ليوسف وخطاب لزليخ. هنا قصة تمه. يوسف عاد إلى بيت زليخة، بدأت الأمور تجري على مجراها، ولكن هي لا تستطيع أن تسكت. ممكن هي تكلمت مع النسوة التي هم شهدوا أو سمعوا شيء، فأخبرهم، هي أخبرتهم، أو النسوة الموجودون في القصر شيئا فشيئا فهموا المسألة، أو كان هي تريد دردش مع أحدهن، فانتشرت الخبر شيء فشيء. المهم الخبر انتشر من القصر إلى خارج القصر، وبعض النساء الأشراف والأعيان والمسؤولين والكبار الجيش
شؤون المدني النسوة فهموا مش كل النساء مصر، بعضهن. وقال النسوة في المدينة، على كم عددهن الله لا يقول، ولكن نسوة يعني جمع من النساء. قال نسوة في المدينة، وهي مدينة مصر، كانت مدينة كبيرة. قال نسوة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. فتاها يعني خادمها، يعني مملوكها، يعني امرأة عزيز ولها شأن ومرتبة عالية، هي تراود خادمها أو مملوكها الذي تحت خدمتها وفي بيتها. تراود فتاها يعني يحقرونها، كيف هي بهذا المقام والجمال تراود هذا الغلام المملوك الذي هم اشتروه من السوق العبيد عن نفسه. قد شغفها حبا، أيضا كلام النسوة، قد شغفها حبا. الله يروي قول النسوة ولا يرد، يقول هذا باطل، يعيد. قد شغفها حبا. شغفها شقاف أو شغاف بمعنى غلاف القلب، غلاف القلب، الجلد المحيط بالقلب الإنسان. قد شغفها حبا يعني حب يوسف شيء فشيء وصل إلى غلاف قلب زليخا، وفتح الجلد غلاف القلب ودخل في صلب القلب وتملك كل قلب زليخا. هذا حب يوسف. قد شغفها حبا. فإذا إنسان يصل إلى هذه المرحلة، مرحلة حب شغفي، يعني إذا واحد يلومها لا يهمها، يضربها لا يهمها، يجلدها لا يهمها، يسجنها لا يهمها، لأن هذا الحب دخل شيء فشيء ورسخ في أركان وجود الشخص، لا يسمع بعد ولا يخشى بعد. من عشق شيئا أعشى بصره وأمرض قلبه، كلام أمير المؤمنين. من عشق شيئا أعشى بصره، لا يرى بعد، لا يرى العيوب، لا يرى النواقص. من عشق شيئا أعشى بصره. واحد يعشق السيارة يريد يشتريها، في هذه السيارة 100 عيوب يقولون له لا يسمع. عشق السيارة يريدها، يريد هذه الامرأة أو تريد هذا الرجل، هناك عيوب والسلوك والنواقص، ولكن لا يسمع ولا يرى. لماذا؟ لأن من عشق شيئا أعشى بصره وأمرض قلبه. أعشى بصره وأمرض قلبه يعني لا يرى ولا يفهم ولا يدرك. زليخا وصل إلى هذه المرتبة، تراود فتاها يعني من شدة حبها له وهو مملوك وغلام عبيد. قد شغفها حبا، نقول هذا عبد، هذا مملوك، هذا تحت يديك، كيف تحب هذا العبد؟ لا يسمع ولا تستطيع أن تسمع. تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا.
هذا العشق، هذا كلمة العشق ليس موجود في القرآن. الموجود في القرآن كلمة حب والود موجود، ولكن في الروايات موجود كلمة العشق. كلمة العشق قالوا علماؤنا هذه الكلمة العشق مشتقة من كلمة عشقة. عشقة يعني عين وشين وقاف طاء المدور. عشقة اسم نبت من النباتات تنبت في البساتين. هذه النبتة يعني عشقة تنبت ولكن ليس لها ساق، ليس لها جذع حتى يكون متكل على نفسه، بل تنبت وتعلق نفسها على الشجر الموجود حدها، وتدور حول هذه الشجرة حتى تصل إلى رأس الشجرة وتأكل من الشجرة وتشرب من الشجرة وتسكر على نفس الشجرة وتأخذ طاقة الشجرة، وهذه الشجرة شيء فشيء تموت وتصبح جامدة. موجود الآن في البساتين هذه العشقة موجود، نبتة تنبت ولكن قيامها بغير الشجرة الموجودة هناك حدها. تسكر على نفس الشجرة وتشرب من نفس الشجرة وتأكل من نفس الشجرة، يعني تدخل في جلد الشجرة وتدور حول الشجرة إلى آخر الشجرة. هذه تعيش ولكن الشجرة تموت. أولا يصبح لون الشجرة أصفر، شيء فشيء تصبح جامدة. قالوا كلمة العشق مشتقة من العشقة، من هذه النبتة. العشق حالة نفسانية تنبت في القلب وتسيطر على القلب، وشيء فشيء تأخذ كل حياة الإنسان، كل تفكير الإنسان، كل إرادة الإنسان. هذا عشق. العشق عند الأطباء مرض، العشق عند الفقهاء حرام، العشق عند أهل المعرفة مقام. واحد يقول هذا حرام، واحد يعشق الثاني، هذا فعل حرام. كيف أنت تعشق؟ عند الفقهاء فعل حرام لأنه يؤدي إلى الحرام، وعند الأطباء في القديم يقولون هذا مرض. واحد عاشق للثاني شيء فشيء، لا يأكل، لا يشرب، لا ينام، لا يرتاح، مضطربة، غلقة، تصل إلى المرحلة مريضة ضعيفة. الأطباء القديم قالوا هذا مرض. وعند الأولياء مقام من المقامات الإنسان إذا إنسان يعشق. بعد قالوا هناك عشق مجازي وعشق حقيقي. بعضهم قالوا لا يوجد مجاز، كل العشق حقيقة. حتى إذا تعلقت بالشجرة، تعلقت بكتاب، تعلقت بإنسان آخر أو إنسانة، ولكن عشق الحقيقي ولو مجازي هذا حقيقي. عشق حقیقی است، مجازی مگیر، واندم شیر است، به بازی مگیر. لا أحد يلعب بذنب الأسد. هذا العشق كالذنب الأسد، ليس للعب، للتفريح، ليس أن تلعب بذنب الأسد. إذا عشق موجود انتبه، عشق كله حقيقي. ولكن بالتقسيم الأولي يمكننا نقسم هذه الحالة إلى قسمين: عشق مجازي وعشق حقيقي.
ولكن مجازي مش بمعنى مجازي يعني باطل وغلط. مجاز يعني مجوز. مجوز يعني مكان الجواز، يعني مكان العبور. عشق المجازي يعني يوصلك إلى الحقيقة. إذا لا يوصلك إلى الحقيقة ليس مجاز. مجاز من المجوز، ومجوز يعني جواز وعبور. عندك جواز تستطيع أن تعبر وتصل. الآن لا تستطيع تعشق الله. أين أنت من الله حتى تعشقه؟ ففي البداية إنسان يعشق بعض الأمور، بعض الأشياء، بعض الأشخاص، الصفات الموجودة في الأشخاص، يتعلق بهذا الإنسان أو ذاك الإنسان شيء فشيء شيء فشيء. بعد هذا العشق المجازي مجوز يوصله إلى عشق الحقيقي. يقول أنا كنت أريده هو، أنا فكرت هو يعني هذه الأشياء، ولكن حين أصل لا أجد هذا المطلوب الأساسي. فأساسا العشق غير الشهوة، يعني الموجود عند زليخا عشق قد شغفها حبا، ولكن عشقه مبدأه شهوة ومنتهاه شهوة. يعني هي تراود يوسف النفس يوسف. لماذا تراود؟ هل كانت تريد علمه كماله يعلمه التوحيد، أم يريد الجسد شهوة؟ كان هي تريد الشهوة. فالشهوة شيء وعشق شيء آخر. قالوا عشق آینه بلند نور است، شهوت ز حساب عشق دور است. يعني أين الشهوة من العشق؟ شهوة أمر جسداني حيواني دنیوی مذموم. عشق امر الهی لاهوتی الهی ممدوح. أين العشق من الشهوة؟ إذا قالوا الوصال مدفن العشق، الوصال مدفن الشهوة. لا يوجد مدفن للعشق. إذا عشق بمعنى الشهوة نعم، الوصال مدفن العشق يعني مدفن الشهوة، يعني له انتهاء. الشهوة بمجرد الوصال تنتفي هذه النار الشهوة. شيء من الجسد تخرج تنتفي نار الشهوة. مدفن الشهوة الوصال، ولكن عشق يشتد ويزداد. كل ما تتقرب يزداد، كل ما تتقرب يشتد ويكبر حجمه، قوته، شدته، التهابه اشتد. رب زدني تحيرا، رب زدني تحيرا، يعني يشتد حبي باتجاهك إليك. الذين آمنوا أشد حبا لله، يحبون الله حبا جما لا يتعلقون بالغير. فهذا الحب يؤدي إلى التحير. رب زدني تحيرا، أنا أتحير فيك، يعني كل ما يزداد تحيري يزداد تحيري أكثر. وهذا التحير فوق العقل، وهذا التحير ممدوح. المهم يجب نحن نميز بين الشهوة وبين العشق. وأساسا عشق المجازي طريق ومعبر إلى عشق الحقيقي، الوصال إلى الله تعالى، وليس له مدفن وليس له منتهى. كل ما يزداد بإمكانه أن يزداد. قال نسبة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. يعني هذا الحب وصل إلى غلاف القلب وشق القلب ودخل في القلب
وتملك القلب ورسخ واستقر في القلب، أصبح هذا القلب تحت هذا الحب. طيب، إنا لنراها في ضلال مبين، يعني نحن النسبة ننظر إلى هذه امرأة عزيز نرى هذا خارجا أصولنا، خارجا عاداتنا، خارجا تقاليدنا، خارجا قيم الموجودة عندنا، ضال، مش دلالة فقهية وشرعية ودينية، يعني كلهم ما كان عندهم دين. إنا لنراها في ضلال مبين، يعني واضح هذا. هذا عند النسوة مكر آخر في آيات المقبلة، حتى كلام هذه النسوة بهذه الطريقة ليس نصيحة لزليخة أو نصيحة لأركان عرش زوجها، بل هذا مكر منهن حتى هن أيضا تصلون إلى يوسف. من هذا اليوسف الذي قدر أن يفعل هذا؟ نحن أيضا نريد يوسف. فقصة الامرأة فيما بعد، فلما سمعت بمكرهن، يعني كان كلامهن أيضا مكر تلك النسوة وليس نصحا ونصيحة لزليخة ولصلاح البلد. نحن وصلنا إلى آية 30 في هذا الشهر المبارك، ونتوقف هنا حتى نرى الله سبحانه وتعالى متى يجمعنا ويرزقنا حتى نتابع الآيات الموجودة في هذه السورة فيما بعد. وصلى الله على محمد وآل محمد.